مساء القشطة مع الصنف اللي بيطلب كل يوم وبيخرج من مطبخنا كل يوم. ألف هنا وشفا على كل العملاء. شايفين الجمال؟ بصوا يا جماعة، كتير جدا بتكلمني هي مش عايزة طلبات خاصة، لا، هي عايزة الأكل يتعمل زي طريقتها بالظبط. طبعا أنا قلت لكم في فيديو قبل كده إن مفيش اتنين بيعملوا أكل زي بعض بالظبط، حتى لو نفس الريسيبي وبتحدي. يعني ده لازم يكون اللي بيعمل الريسبي واحد بس، خلطة واحدة بس، وبيوزعها على كل المطاعم عشان يطلع الأكل نفسه هو. لكن اتنين بيعملوا الحاجة، لا، دي صعبة. لازم هيبقى فيها اختلاف بسيط، حتى لو الاختلاف مش ملحوظ، بس هيكون فيها اختلاف. هيعرفوا ناس قليلة قوي. أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ عشان الناس اللي عايزة الأكل يجيلها زي بتاعها بالظبط، لا، صعب ومش من مصلحتك. دايما خليكي انتي ليكي اكلك المميز اللي بتجمعي عليه ولادك واللي بيحبوه من ايدك واللي مش بيلاقوه عند حد بره. مش من مصلحتك ان انتي تبقي عايزه الاكل يطلع زي اكلك بالظبط. ده اولا. ثانيا، مفيش حد هيقدر يعمله زيك بالظبط، لان انتي عارفه اذواق الناس اللي معاكي في البيت. ده لو حضرتك مش عارفه الاذواق بتاعت الناس اللي في البيت تبقى كارثه. يعني لو حضرتك بتعملي اكل مش بيعجبهم، دي كارثه كبيره. ازاي مش عارفه ولادها بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وذوقهم ايه في الاكل؟ استحاله، انا ما صدقهاش بصراحه. فخدوا بالكم من الموضوع ده. اولا، مفيش حد، انا ببقى عارفه وانا بطلب الاكل من بره لنفسي انه مش هيجيني زي ما انا بعمله. ممكن يبقى احلى وممكن يبقى اسوأ وممكن يبقى بس زي مش بنفس الدرجه، في درجات متفاوته. فيا ريت بس تاخدوا بالكم من الموضوع ده. انا بقبل في مطبخي الطلبات الخاصه، لكن ان انا اعمل الاكل بطريقه حد، طب لا، ما هو صعب. يعني كده انا يعني هبقى ببذل مجهود كبير جدا، وفي الاخر لا، مش هيطلع زي ما انتم متخيلين. على العموم، بالهنا والشفا على اللي بياكل من عن مطبخنا، وبالهنا والشفا على اللي بيطبخ بايديه. وان شاء الله يجعل ايامكم كلها جميله واكلاتكم كلها جميله، ويديكم الصحه والعافيه تقفوا وتعملوا احلى حاجه لولادكم. وشكرا.